هنا الجمال بنى له سكن وبيت في كل زاوية سحر وفن. زي ما عودناكم بنوريكم شغلنا في كل مكان. النهارده احنا هنا في حدائق اكتوبر. آه شقة بنشطبها في عمارة من عمايرنا. وليه بنقول عمايرنا؟ علشان خاطر احنا بنهتم من البداية، وهي ارض بالانتريور والاكستيريور. بنهتم بالانشائي والمعماري، بنهتم بكل تفصيلة موجودة في المكان من البداية. تعالوا نخلينا في الشقة هنا زي ما حضراتكم شايفين كده. اشتغلنا على النيو مودرن. نيو مودرن من الحاجات الجميلة جدا اللي بنشتغل عليها، وزي ما وريناكم شقة الشروق كانت نيو كلاسيك، هنا نيو مودرن. اهتمينا بكل تفصيلة موجودة هنا، واهتمينا طبعا بالجبسن بورد، اهتمينا ب ان احنا نفرش 3 زونات زي ما حضراتكم شايفين. هنا في زون للسفرة بالتلفزيون بنجفة في نص الزون، مع طبعا المكتبة التلفزيون طبعا. وهنا ما عملناش ديكور كتير، اعتمدنا على الفرنتشر زي ما بنقول. دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلي الشقة جميلة جدا وشيك، بس ان انت تقدر توظف كل حاجة في مكانها. عندنا هنا مكان للسفرة، واهتمينا طبعا بمكان السفرة والباب المصفح، السجاد، النجف، الستاير، كل التفاصيل اللي موجودة في المكان اهتمينا بكل تفصيلة على حدة. هنا مكان لركنة، واهتمينا طبعا بكل تفصيلة موجودة في المكان، من الجبسن بورد وتوزيعة الإضاءات على كل زون على حدة يقدر يغذي المكان اللي موجود فيه. عندنا هنا السيراميك إليجانت 60 في متر و20، شبيه بالبورسلين. ده من الحاجات الجميلة جدا اللي موجودة هنا في الشقة. واللون هنا عشان في ناس كتير بتسألني في الكومنتات، اللون هنا ميلك واي. اللون الميلك واي لون جميل جدا وهادي وشيك وراقي. عندنا كمان هنا الابواب، الغرف والحمامات والكلام ده. كل الابواب هنا معموله كونتر طبقات مع استخدام قشره الاتش بي ال. من الحاجات الجميله جدا اللي موجوده هنا. عندنا هنا حمام ضيوف، استخدمنا فيه طبعا القعده والحوض بالشكل ده، واستخدمنا ديكور في الحيطه جزء بس كده غامق والباقي فاتح. ادت شياكه للحمام، ادى شياكه للحمام مع استخدام الجبسن بورد بطريقه شيك وجميله. واستخدامنا المرايه مع الحوض نص ركبه بشكل جميل جدا وشيك. عندنا في الجزء ده طبعا المطبخ. من اول ما اشتغلنا بدانا نعمل المطبخ الباب في النص عشان نقدر نفرش على الجنبين زي ما حضراتكم شايفين. ودقة المقاسات بتفرق معاك في كل سنتي انت بتشتغل فيه، علشان خاطر الحاجة تطلع مظبوطة شكلها شيك، مناسبة مع المكان اللي انت موجود فيه. المطبخ هنا طبعا عملنا زي ما قلنا مع برح خشب بشكل جميل جدا، ووزعنا المطبخ بطريقة جميلة. وحدات تخزين علوية وسفلية، وفي وحدات تخزين فوق. واستغنينا عن النيش طبعا بيبقى موجود في الريسبشن. انا مش من الناس اللي صراحة اللي بحب النيش في الريسبشن. هو مكانه في المطبخ، الأطباق والكاسات والحاجات دي كلّها مكانها في المطبخ. اهتمينا إن إحنا نخلّي المطبخ جزء كبير منّه وحدات بإزاز علشان خاطر يقدر يبيّن النيش بجماله وشياكته. هنا رُخام الكوارتز باللون الأسود، وده طبعًا من الألوان الجميلة جدًا في الرُخام. شكلها جميل جدًا وشيك، مع استخدام البوتاجاز الbuilt in بشكل جميل جدًا وشيك بغاز. ووحدات التخزين هنا مكان لوحدات التخزين، قدرنا نستخدم كل مكان فيه. وهنا مكان وحدات تخزين المعالق والشوك والتفاصيل دي. هنا مكان الفرن، وهنا مكان الميكروويف، وكمان هنا مكان للتلاجة، ومكان لغسالة أطباق وغسالة ملابس. والحوض السمارت بالزراير زي ما حضراتكم شايفين، وكل تفصيلة موجودة فيه. فريلز إن شاء الله نقدر نقول المطبخ بكل تفصيلة موجودة فيه. عندنا طبعًا هنا استخدمنا طبعًا من الحاجات الجميلة زي ما قُلت قبل كده السجاد والنجف والستاير. دول من أهم حاجة موجودة في شقة وادّت شياكة للمكان. وعندنا كمان هنا الطُرَق، استخدمنا LED profile بشكل جميل حرف L كده مع الإسبوتات بطريقة شيك جميلة منظمة. البيبان شكلها جميل وباين فيها تجزيعة الخشب بالقشرة الHBL. عندنا هنا الحمام الرئيسي، وطبعًا قدرنا نعمل وحدة الشاور sliding بالشكل ده. شكلها جميل جدًا مع استخدام الخوارنيات
هنا استخدمنا هنا خلاط الدفن زي ما حضراتكم شايفين، وطلّعنا هنا الطاسة بشكلها جميل جدًا، ورا الخوارنقات شكلها جميل ومنظم. هنا كمان حوض رخام مع استخدام المراية، وعملنا إضاءات LED بروفايل في الحوض. شكل الحوض جميل جدًا في الحمام. استخدمنا طبعًا هنا البورسلين الهندي، وطبعًا هنا في خوارنق فوق القاعدة المعلقة، الإكسسوارات مذهبة، الجبسن بورد بطريقة وتوزيعات الكهربا. تفاصيل كتير جدًا موجودة جوّه الحمام. عندنا كمان هنا الغرفة الماستر، قدرنا نشتغل برضه فيها بتفاصيل كتير جميلة شيك. هنا بنقول كمان إن بندقق على موضوع إن إحنا بنشتغل على plan 2D علشان خاطر المقاسات تطلع مضبوطة بكل تفصيلة موجودة فيها. يعني إحنا هنا لمّا عملنا السرير، عملنا السرير متر و70، وقدرنا نعمل هنا المفاتيح الكهربا على الكومود باستخدام طبعًا هنا كشافات الطوارئ، مع استخدام الجبسن بورد ببيت النور، مع هنا دلاية بشكل جميل جدًا ومكان الدولاب. وقدرنا كمان نعمل هنا مكان للتلفزيون مع استخدام بيت ستارة، مع استخدام هنا برضه عندنا تكييف back to back مع التسريحة في مكانها المناسب. وعندنا هنا الحمام الماستر برضه. قبل ما أنسى، الحمام الماستر كان بابه برضه هنا نقلنا باب وجبناه في نُص الحمام عشان نقدر نعمل هنا كابينة شاور في الجزء ده. واستخدمنا طبعًا كابينة الشاور، وجبنا هنا السيراميك بسيراميك شيك جدًا، لابوتيه شكله جميل جدًا، عشان الناس بتسألنا على التفاصيل، نوع السيراميك والكلام ده كله. كل التفاصيل بنقولها أهو. عندنا هنا كمان الخوارنقات، كان في شطر هنا وقدرنا نستخدم الخوارنقات دي بشكل عشان نقدر نقلل الشطرة شوية جوّه الحمام، فاستخدمنا الخوارنقات بشكل جميل وشيك. وقدرنا نستخدم هنا الجزء ده اللي ورا الباب بطريقة شيك، مع استخدام الشاور الإزاز بالشكل ده علشان خاطر يبقى مناسب، ونقدر نستغل الشاور بطريقة شيك، مع كمان استخدام الغامق في الحمام، واستخدام الخرانق مع الطاسة. زي ما قُلنا عملنا الخلاط بالطاسة كده دفن جوّه الحيطة شكلها جميل جدًا. استخدام الجبسن بورد، المراية شكلها شيك مع اليونت. كل التفاصيل اللي موجودة جوّه الحمام ده قدرنا نستغل كل تفصيلة فيها علشان نقدر نطلع بمستوى شيك وجميل. كمان عندنا هنا من الحاجات الجميلة جدًا استغلال لغرف الأطفال. قدرنا نستغل غرفتين أطفال زي ما حضراتكم شايفين. الغرفة دي غرفة ولد، زي ما قُلنا إن إحنا بنقدر نوزّع كل التفاصيل بتاعتنا عشان تطلع بشكل جميل وشيك. هنا مكان السرير والفيش اللي عند الكومود، وعند هنا الكومود والسرير والتلفزيون، هنا التكييف. عندنا طبعًا هنا بيت النور مع الدلاية. تفاصيل كتير جدًا. السجاد اللي إحنا اشتريناه طبعًا بطريقة سجاد حديث شكله حلو جدًا، عامل زي الكليم كده القديم، بس شكله جميل جدًا وطالع موضة. من الحاجات اللي إحنا قدرنا نشتغل عليها برضه في كل تفصيلة موجودة هنا في الشقة. عندنا هنا غرفة أطفال تاني، غرفة نوم لولد تاني. قدرنا نوزّع برضه هنا مكان للدولاب، مكان للكومود، مكان للسرير والستاير زي ما حضراتكم شايفين. في تفاصيل كتير جدًا هنا مش عاوز أنسى منها حاجة. هنا الستارة خفيفة وتقيلة، وعملنا الستارة الجديدة هي الجرار من فوق كده، مش في ماسورة زي زمان، بس دي من الحاجات الجميلة اللي موجودة هنا. وقدرنا نعمل الستارة خفيفة وتقيلة، الاتنين فوق بعض كده، شكلهم جميل جدًا وبيدّوا شياكة للغرفة بشكل جميل جدًا وظريف. وعندنا السجاد الكليم برضه، دي من الحاجات الجميلة اللي موجودة الحديثة. وقدرنا نشتغل على كل تفصيلة موجودة هنا في الشقة، والحمد لله قدرنا نطلّع حاجة جميلة زي ما حضراتكم شايفين بالضبط. الشقة دينا خدنا وقت مش كبير فيها، الحمد لله قدرنا نخلّص على خير في وقت قاسي، وفرشنا بالطريقة الشيك اللي أنتم شايفينها. في نهاية الفيديو باشكر كل متابعين شركة السويفي، باشكر كل مهندسين شركة السويفي، باشكر كل المقاولين وكل الصناعية، باشكر كل المتابعين، وباشكر فريق السوشيال ميديا اللي بيرد على استفساراتكم. باشكركم جدًا، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.